السلام عليكم أيها المتابعون الكرام، مرحبا بكم مع سلوي نيوز. فيديو سينقلنا إلى جديد أخبار ملعب الناظور الكبير. لا شك أن العديد من المتابعين الأوفياء وكذلك الناس المهتمين بالشأن الرياضي ديال المملكة المغربية تعرفوا على أنه مدينة الناظور أي تبنى فيها ملعب كبير، ملعب على غرار ما رأيتموه يعني بالعاصمة الرباط. إذن الملعب دخل مرحلة الحسم من خلال اختيار المهندس المعماري الذي سيتولى تصميم هذا الملعب. إذا تم الإعلان رسميا عن نتائج المباراة المعمارية الخاصة بتصميم ملعب الناظور الكبير. قد أسفرت نتائج المباراة عن اختيار المهندس المعماري نور الدين الكنفاوي ممثل مكتب يوربان أرشي ستوديو، وسيتولى هذا المهندس مهمة تصميم هذا المشروع الرياضي الضخم والإشراف على تتبع مختلف مراحل الإنجاز. أما فيما يخص الغلاف المالي الذي رصد من أجل إنشاء هذه التحفة الرياضية فهو يقدر ب 358 مليون درهم. إذن بإذن المولى عز وجل هذا الملعب الكبير سيعد نقلة نوعية، سيعزز البنية الرياضية أو البنية التحتية الرياضية بجهة الشرق، وبالتالي هذا الملعب إن شاء الله سيكون جاهزا قبل مونديال 2030. شيء آخر، يعني اليوم أي شخص متابع لأخبار الناظور تشوف على أنه يعني الناظور الحمد لله غدا في الاتجاه الصحيح. فكما تحدثنا البارح على محطة تحلية مياه البحر، تحدثنا كثيرا على ميناء الناظور غرب المتوسط، تحدثنا كذلك على ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية، تحدثنا على طريق السيار قرسيف الناظور، كذلك هناك مشاريع سياحية يعني بالمنطقة. إذا اليوم أي شخص متابع لأخبار الناظور وتتمعن في أخبار الناظور أكيد يدرك تمام الإدراك أن الناظور غدا في الاتجاه الصحيح أيها الكرام.